السلام عليكم، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض غدا سهل وبسيط وروتين كده خفيف، ويالّا بقى حطوا لنا لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي، ولو أنتِ معايا من زمان بقى حطي لنا لايك وتعليق حلو كده منِّك، ويالّا نشوف هنعمل إيه النهارده. النهارده هنعمل إن شاء الله فراخ بطريقة سهلة وبسيطة. هنشوح كده الفراخ في الأول، وهنعمل منها أحلى شوربة. هتشوفي الشوربة بتاعتها تحفة، أحسن من أي شوربة جربتيها قبل كده. أول حاجة عملنا إيه، سخنت كده معلقتين من السمنة، وابتديت إن أنا نزلت بالفراخ عليهم، بس ما نزلتش بالفراخ غير لما السمنة عندي سخنت جدا، وهتاخد الصدمة كده، والوش اللي هيبقى قدامي هحط عليه رشة من الفلفل ورشة من بهارات الفراخ، وهبتدي إن أنا الوش اللي يعني هياخد لون معايا هقلبها على الناحية التانية. تمام كده، والناحية دي هاحط برضه عليها رشة من الفلفل ورشة من البهارات، ومش هاحط أي ملح دلوقتي خالص. تمام كده. أهم حاجة النار تكون عالية، وما تقلبيش غير لمّا آآ الجنب اللي أنتِ قلبتِ عليه ياخد وِش عندِك. تمام. حطيت بقى كده الفلفل والبهارات، وحطينا طماطماية وبصلاية وقرن فلفل وحبهان، وقلّبنا كده، وبعدين هانزل عندي بمَيّة. هتنزلي بمَيّة سخنة عادي، هتنزلي بمَيّة من الحنفية زي ما أنا عملت كده، ما فيش أي مشاكل خالص. أنا نزلت عندي هنا كده بمَيّة من الحنفية. شايفين بقى لون الشوربة عندي عامل إزاي، ولسه بقى لمّا تغلي آآ يعني تغلي والفراخ عندي تتسلق، هتدّيني فراخ حلوة أوي هتشوفيها. هنا أنا كنت نسيت الحاجات بتاعة الفرخة بتاعة اللي هي الجناح والرقبة وكده، فابتديت إن أنا حطيتهم تاني قبل ما تغلي كده، كنت حطيتهم معاها. مش هيحصل أي حاجة وهيستووا معايا وهيبقوا زي الفل. هنعمل بقى أهي، طبعًا دي الكرنباية دي اللي أنا كنت جايباها معاكم يوم السوق لمّا قُلت حماتي جابتها لي، هنعملها كده مع بعض. هي شكلها من برّه كده الورق بتاعها كان فيها كام ورقة كده مش حلوة، فأنا هاشيلهم خالص هنعمل الباقي. هاشيل بقى دول كده، وهنبتدي إن إحنا نفتح الكرنبة بتاعتنا. أنا مش هاعمل النهارده معاكم الخلطة بتاعتها لإن إحنا عملناها كتير. أنا كان عندي شوية كده من الخلطة في التلاجة، اتبقوا يعني من مرتين كنا عاملين فيهم محشي، فهاستخدمهم النهارده وهيكفوا معايا بالضبط. يعني مش هيتبقى ولا ورقة ولا هيتبقى رز خالص. تمام. هي الكرنباية حلوة أهي. عايزة أقول لكم إن أنا أصلًا أول مرّة أعمل كرنباية تكون يعني حلوة كده كبيرة شوية. دي بالنسبة لناس كتير دي صغيرة، لأ، أنا بالنسبة لي إن هي كبيرة، لإن ما حدش بياكل عندي الكرنب غيري أنا. فلمّا باعمل شوية قليلين كده. لو حد هياخد مثلًا صباع فيه، الولاد بياخدوا مثلًا شوية كده وبيفكوهم. وطبعًا إيه، أنا باكل كده كام واحد، وبصراحة الباقي إيه، يعني ما كنتش باعمل كتير بسبب كده. هنا بقى سلقنا أهو. أول حاجة حطيت في المَيّة بتاعتي ملح وكمون، باحط شوية ملح كتير وشوية كمون برضه. وبعدين أنا باحطها كده كلّها زي ما هي، والورق اللي بيطلع معايا منها باشيله. بافضل أشيل كده لحد ما بيتبقى معايا اللي هي القطعة اللي أنتم شُفتوها في الآخر دي، باحطها برضه زي ما هي كده وباورّقها، واللي بيستوي منها باطلّعه. أهو زي ما إحنا شايفين كده. وأول ما هيبردوا بقى معايا هابتدي إن أنا أقطّع، و هاجيب الرز بتاعي أو الخلطة اللي إحنا قُلت لكم عليها اللي أنا كانت في التلاجة، هاحط عليها معلقة من السمنة، وهابتدي إن أنا بس أسخّنها كده على النار علشان يبقى دافي معايا وكأنها لسه معمول دلوقتي. تمام كده. شِلت بقى المَيّة اللي إحنا سلقنا فيها على طول في وقتها، و فضّيتها في الحوض كده بسم الله الأول. آدي هنا معايا بقى الكرنباية بتاعتي أهي. هنبتدي بقى نقطّعها كده، قطّعيها 3، 4 زي ما أنتِ حابة. أنا مش باخلّيها ولا صغيّرة أوي ولا كبيرة أوي، بس كده. مش باحب بقى اللي هو بيحطّوا كام ورقة على بعض ونقطّع لأ، خلّينا عادي جدًا زي ما كُلّنا بنعمل. أنا ما باحبش الافتكاسات الجديدة اللي هي نحُط الورق على بعضه عشان يبقى قد بعضه ومش عارفة إيه، لأ. كُلّه بيتاكل وكُلّه في الآخر بيطلع شكله حلو، وكل حاجة بالبركة كده بتبقى حلوة. هنا أهو الخلطة اللي أنا قُلت لكم عليها، وهنروح بقى نحشي الكرنب مع بعض، وهارجع لكم نسويه ونشوف هنعمل إيه تاني. ما تنسوش أهم حاجة بقى نحط لايك للفيديو، ولايك حلو كده، ولايكات كتير بقى، وشيروا الفيديو لأصحابكم.
هنا كان محمد ابني كان تعبان وعنده شوية سخونة، فقُلت أعمل له كده إيه، آخد شوية كده من الشوربة وأحط له معاها حتة لحمة، والنُص رغيف ده أسقّه له كده، بس برضه والله ما أكلش خالص، كان تعبان جدًا. هنا بقى كنت باورّيكم شكل الشوربة بتاعتنا شايفين عاملة إزاي، تحفة، شايفين سمنة وكلّها كده توابل بُصّوا خطيرة، وكان طعمها حلو جدًا، جدًا. جرّبوها إن شاء الله، جرّبوا وصفة الفراخ دي برضه بتدّيكِ طعم حلو أوي للفراخ، بدل ما بتسلقيها عادي شوّحيها كده الأول بتدّيكِ شوربة وطعم حلو أوي للفراخ. هنا بقى كنت خلاص لفّيت المحشي بتاعي هنا بقى كنت خلاص لفيت المحشي بتاعي اهو بوريك ان هو عمل معايا الكرنبايه دي عملت معايا الحلتين دول. هما مش مليانين قوي بس انا قسمتهم على اتنين عشان زي ما بقولك مش احنا مش من الناس اللي بتاكل المحشي قوي فانتي طبعا اعملي براحتك ولو عايزه تعمليها كلها براحتك انا قسمتها على اساس يومين كده ولا حاجه ونعمل التانيين. بس كده هسقي بقى المحشي بتاعي هاسيبه يغلي بقى براحته اول ما يغلي كده هوطي عليه واسيبه يستوي براحته. ومعايا الفراخ استوت خلاص فهجيب عندي الفراخ احطها كده ايه في صينيه وادخلها الفرن تتحمر بس كده بدل ما هي تتحمر في الزيت. إيه لا انا هحط لها على الوش كده ايه حته سمنه وادخلها ايه الفرن تاخد لون وخلاص على كده. وبعدين بقى هنعمل مع المحشي ده هنعمل شويه لسان عصفور كده علشان الولاد عندي بيحبوا شوربه لسان العصفور بالليمون. فهنعمل بقى شوية كده حلوين مع المحشي. ومش هنعمل بقى ولا ملوخية ولا أي حاجة تانية عشان زي ما قلت لكم قبل كده اليوم اللي بعمل فيه محشي عشان هما مش بياكلوا. فأنا بضطر إن أنا ما اعملش أي حاجة تانية جنبه عشان ياكلوه. تمام كده. هنحط بقى كده رشة من الفلفل ورشة من الكزبرة على الفراخ وبعدين حتة سمنة بلدي كده من على الوش عايزة تحط رشة زيت مفيش مشكلة خالص. أنا حطيت ايه السمنة عندي كانت متجمدة كده فخدت ايه حتت بسيطة كده على الوش عشان تديني بس لمعة كده للفراخ والفرن بتاعي والع ادخلها بقى في الفرن. وبعدين يكون المحشي استوى معايا ونبتدي نعمل ايه لسان العصفور. هنا بقى كنت بقول لكم ان هناك خلاص النار بتاعتي مولعة اهي على المحشي والفراخ في الفرن وادي هنعمل شوية لسان عصفور مع بعض. حطينا معلقتين من السمنة وحطيت عندي نزلت كده بشوية من لسان العصفور تقريبا نص كيس مثلا. واول ما هيتحمر معايا كده بياخد لون هو مش بياخد وقت خالص اهم حاجة خلي المادة الدهنية عندك تكون كتيرة شوية عشان ما يتحرقش منك لان هو بيتلسع على طول. اتحمر بقى معايا خلاص اهو زي ما انتم شايفين انا بحب اديله لون غامق كده شوية علشان لما يستوي يديني اللون الذهبي ده ما يبقاش لونه ابيض. تمام. هننزل بقى كده بالشوربة بتاعتنا خطيرة. الشوربة اليوم ده بصراحة انا اللي اتبقى منها شيلته على طول في الفريزر. حطينا بقى كده ايه لسان العصفور بتاعنا استوى وهنا كان خلاص المحشي بتاعنا استوى. وابتديت كده ان انا ايه حطيت بقى عندي في الطبق ده كده. انا ما بحبش المحشي بالذات ما بحبش احط لكل واحد لوحده لا انا بحب احط في طبق كبير كده. وكله ياكل بقى مع بعض وزي ما كنت متعودة عند ماما كانت تعمل وتفضي بقى الحلة كلها كده في صينية كبيرة وحوالينا بقى حواليها بقى كده ايه محشي والبط والمخلل ومش عارفة كانت بتبقى لمة حلوة قوي فانا بصراحة بحب ان انا اعمل كده. احط المحشي بالذات بحطه في حاجة كبيرة وكله بقى ياكل مع بعض. وهنا ادي لسان العصفور اهو. عايزه اقول لكم ان لسان العصفور ده بتاعنا بالذات بيبقى خطير والله مش بشكر في نفسي ولا حاجه بس بيبقى طعمه تحفه. انا عندي اختي بتحبه جدا. وهنا بقى كان حتتين كده مكرونه متبقيين من الغدا بتاع امبارح فسخنتهم وحطيناهم معانا برضو. وكده كان الغدا بتاعنا غدا اهو يعني ما فيهوش اي حاجات كتير هو محشي ولسان عصفور والفراخ بتاعتنا شايفين بقى الفراخ شكلها حلو قوي. ومع ذلك ما حمرتهاش في زيت ولا شربت زيت كتير ولا حاجه. هنا بقى كان بعد الغدا قلت قبل ما اعمل اي حاجه ولا اغسل بوتاجاز ولا اغسل مواعين انا هعمل ايه اعمل كوبايه قهوه علشان ايه تعدل الدماغ كده ونبتدي بقى نشوف شغل المطبخ. عايزه اقول لكم ان انا بعد الغدا مباشره على طول بعمل اي حاجه ممكن اريح مثلا اقعد مثلا 10 دقايق ربع ساعه بعد الغدا. بس طبعا بكون لميت بقى الصينيه والحاجات دي. وبعدين اقوم كده اخد بقى ايه باور بكوبايه قهوه كوبايه نسكافيه. ونبتدي بقى نشتغل في المطبخ ممكن ادخل المطبخ عايزه اقولك والله ممكن اقعد 3 ساعات متواصله ما بطلعش من المطبخ بسبب المواعين
وبخلص البوتاجاز واخلص الرخامة واظبط كده مكان المطبخ مكان المية مش عارفة ايه. اهم حاجة ان انا ما بنامش والمطبخ فيه اي حاجة، علشان لو صحيت المطبخ فيه حاجة، وبالذات لما يكون تاني يوم عندي اكل. لو تاني يوم عندي اكل وسبت اي حاجة في المطبخ بقوم تاني يوم ده بصوا في كمية كسل رهيبة، كسل بقى ومش عايزة اعمل اي حاجة، وممكن مش عايزة اعمل طبيخ ولا عايزة اعمل اي حاجة في المطبخ خالص. شايفين بقى فنجان القهوة الجميل ده ظبط معانا اليوم، وخلصت المطبخ بتاعي وشطبت كده المواعين. وبعدين كان عندي الحفاظات بتاعتي بتاعت السجاد عايزة اغسلهم. دي الحفاظات اللي هي القديمة خالص يا بنات، اللي هي طلعت اول حاجة، اللي هي كان ليها كانت خفيفة كده، بس مش عارفة كان اسمها حفاظات تركي او حاجة زي كده. كانت خلاص يعني غسلتهم، بس كانت الدورة اللي هي ايه بتشطف، فحطيت شوية من المعطر الدوني. الدوني اللي هو فريدة ده عايزة اقول لكم خطير وريحته حلوة قوي، بالذات ريحة ربيع الزهور دي حلوة قوي. وبعد كده بقى كان عندي بطاطا جبتها برضو معاكم ووريتها لكم في الحاجات اللي احنا جبناها من السوق، بس ما كنتش عملتها، لقيت الولاد هياكلوها كده نية، فقلت لا هنقوم بقى ايه نولع الفرن كده وندفي البيت ونعمل شوية بطاطا حلوين. وحطيتها كده زي ما انتم شايفين رصيتها، واهم حاجة يكون الفرن بتاعي سخن. وبس كده، ده كان يومنا النهاردة، يوم سهل وبسيط وعملنا فيه حاجات كتير. يلا بقى حطولنا لايك للفيديو، وما تنسوش لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس، ولو انت مشتركة حطولنا لايك وكومنت جميل منك. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.